يوم ال14 من الصحيان الفجر. بصراحه النهارده كان يوم بجد تقيل قوي. صحيت وحاسه اني مطفيه وببرن اوت وما عنديش اي طاقه، وكان نفسي بجد ان اكمل يوم وما اقومش بسبب الضغط وقله النوم. بس قمت وصليت وغسلت المواعين وعملت روتين المعتاد، وانا بفكر الف مره ليه بعمل في نفسي كده وليه مرتاحش وخلاص. المهم كالعاده اكتر حاجه بتفوقني في اليوم هو ان انا اغسل مواعين، فللاسف غسلت المواعين وبعد ما خلصت المواعين عملت المضمضه وشربت الديتوكس بتاعي، غسلت اسناني وبعد كده رحت عملت الورد بتاعي اللي هو اهم حاجه ببدا بيها اليوم. على الساعه 8:30 كنت خلاص لبست وقررت ان انا انزل انا واختي كالعاده نتمشى. في الايام التقيله اللي زي دي بحاول ما اضغطش على نفسي خالص وما امشيش بسرعه. فبعد ما اتمشيت شويه قررت ان انا اقعد شويه اهدي اعصابي على البحر. اسكندريه والجو الهادي هو بجد اللي انا كنت محتاجاه. وبعد كده قمت وكملت مشي وانا بقرا اذكار الصباح. كنت المفروض لما اروح اتمرن شويه بس قررت ان انا الغي التمرين واعمل شويه يوجا. خلصتها واخدت دش وعملت الروتين بتاعي وبعد كده فطرت. قررت بعدها ادلع نفسي واتفرج على كرتون بحبه عشان افصل. جهزت جدول اللي هعمله النهارده وبعد كده قعدت اذاكر شويه. بعد ما خلصت اخيرا اصعب ماده عندي في الترم قمت عملت الغدا وغسلت المواعين وقررت ان باقي اليوم يكون راحه تامه مع اهلي ومع كتابي من غير اي ضغط زياده. اللي اتعلمته النهارده ان عادي جدا تمر علينا ايام طاقتنا فيها قليله، والمهم اننا ما نوقفش ونكون احن على نفسنا شويه. بس كده ده كان يومي، اشوفكم بكره يا اصحابي، سلام.